السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير واتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. زي ما اتعودنا النهاردة معانا رسالة حب قوية جدا فيها مشاعر كتيرة. قبل ما نسمعها طبعا فضلا وليس امرا، تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك وشير، وطبعا الكومنتات اللي بطمن بيها عليكم. وبجد دعموني لان بجد محتاجة دعمكم الفترة دي علشان القناة تكبر. وبعدين عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. اما بقى نيجي لموضوع الرسالة النهاردة من واحد بيحب حبيبته بشكل جنوني، اللي هو مش متخيل حد غيرها اصلا في الحياة، لكن بتحصل منها تصرفات وبيحصل منها تصرفات بتخلي الدنيا مش احسن حاجة ما بينهم. عشان كده هو بعت لها رسالة حلوة قوي، يقول لها بحبك. وبحبك دي تلخص كلمات كتير قوي عايزة اقولها لك، لان انا جوايا مشاعر كتير قوي متلخبطة، مش عارف ايه السبب فيها. هل السبب فيها ان احنا بعاد عن بعض بقالنا فترة، ولا السبب فيها ان انا حاسس انك انت ما بقيتيش متأكدة ان انا بحبك؟ فعشان كده طول الوقت عايزة اكد لك على الموضوع ده. انا بحبك، بحبك قوي، بحبك اغلى من اي حد في حياتي. انت الانسانة اللي اخترتها وانا كبير. حب كده انا اخترته، ما اتفرضش عليا. يعني مفيش اي حاجة في الدنيا تجبرني ان انا افضل اكمل معاكي في العلاقة دي لو انا مش بحبك. فالحب هو الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مكمل لحد فرضك عليا، ولا انا مجبورة عليكي زي ما انت ما بتقولي اوقات كتير. انا بحبك، فحبي ده هو السبب اللي بيخليني اتحمل الحاجات اللي انت بتعمليها وما بتبقاش عجباني. بتحمل الحاجات اللي انا شايف انها غلط على امل ان انت قدام تبقي واعية اكتر وتبقي فاهمة اكتر وتبقي مقدرة لعلاقتنا، فتبطلي تعمليها. لكن انت فاهمة ان الانسان ليه طاقة، فاكيد بيجي عليا وقت وطاقتي دي بتخلص. ما بكونش مستحمل كم الاخطاء اللي بتعمليها، ما بكونش مستحمل كم الانتقادات اللي دايما بتوجهيها لي، ان انا اعمل ايه وما اعملش ايه، ان انا اكلم مين وصاحبي ده مش عاجبك وبلاش اخرج مع فلان لان انتي شايفة ان ممكن يكون بيحرضني عليكي. انا مش فاهم دماغك ماشية ازاي. احنا كرجالة دماغنا بتكون مختلفة عنكم كستات، فمش من الصح ابدا ان انتي طول الوقت توجهيني اعمل ايه وما اعملش ايه. ده هيخليني لو انا بحبك لدرجة العبادة لا هتخنق وهدور على مخرج بعيد عنك. فانا مش عايزة اوصل للمرحلة دي. عايز طول الوقت تكوني انت الملجأ اللي ألجأ ليه لما احس ان انا زعلان او متضايق. فمش من الطبيعي ابدا ان انت تكوني سبب الزعل والضيق ده. وده اللي انا عايزه افهمهولك، ان علاقتي باي حد تاني مختلفه تماما عن طبيعه العلاقه بيني وبينك. انت حبيبتي، جزء من روحي وكياني. انتي الانسانة اللي انا اخترتها بكامل وعي انها تكون شريكة حياتي وتكمل معايا عمري. فما ينفعش ابدا انك تقارني علاقتي بيكي بعلاقتي بواحد صاحبي او بعلاقتي بزمايلي في الشغل. كل حد ليه طبيعة معاملة تختلف تماما عن التاني. واكيد اللي ما فيهوش جدل ولا خلاف ان عمري ابدا ما هحط حد في نفس المنزلة اللي انتي فيها. انتي في منزلة عالية ومختلفة جدا عن الكل. انتي حبيبتي، جزء مني. آه حاجات كتير قوي المفروض انتي تكوني فاهماها. ده بيبانلك في تصرفاتي، في قلقي، في خوفي عليكي، في ان انا طول الوقت بكون حاطك انتي في المقام الاول. انتي وبعد كده يجي اي حد تاني. بعمل كل حاجة عشان تبقي مبسوطة، بعمل كل حاجة عشان تبقي سعيدة. بشوف ايه اللي يفرحك وبحاول دايما افاجئك واعملهولك. نيجي على النقيض، انت ما بتهتميش بده، شايفة بس الحاجات الوحشة او اللي انت شايفاها انها مش على مزاجك فعشان كده تبقى هي وحشة. ده مش صح. ده بيخنق اي علاقة مهما كانت قوية ومهما كانت درجة الحب فيها عالية. زي ما انا ما بحسسك بالحب وبالامان وان انا واثق فيكي، لازم انت كمان تعملي كده. ما تسمعيش لكلام البرامج بتاعة التلفزيون اللي بتقعد دايما طول الوقت بتقوي الست على الراجل. ما تسمعيش لكلام واحدة صاحبتك تقولك اخنقيه وحوطيه ما تخلوش يلحق يفكر في حد غيرك. بالعكس، ده اكبر غلط. انا لما مش هلاقي راحتي معاكي هعمل ايه؟ فلازم
تكوني دماغك كبيرة اكتر من كده، ولازم تكوني فاهمة الشخص اللي بيحبك وارتبط بيكي اكتر من كده. تعرفي ان انا كوني اخترتك وكوني معاكي ده اكبر دليل على ان انا بحبك. فما ينفعش ابدا تقارني علاقتك بحد تاني، ما ينفعش تحكي اسرار علاقتنا اصلا لحد من صحابك وتاخدي رايهم فيها، لان ده غلط، غلط بجد، وده ممكن يدمر علاقتنا. وبما اني انا حريص على ان العلاقة دي تستمر، لازم انتي كمان تكوني حريصة زيي بالظبط ان العلاقة دي تستمر وتنجح. احنا عايزين نكمل باقي عمرنا سوا، عايزين نموت مع بعض، عايزين نجيب ولادنا ونربيهم احنا الاتنين. اكيد مش هناخد رأي الناس اللي حوالينا في تربية ولادنا. فاذا كنتي من دلوقتي ما انتش عارفة تحافظي على سرنا، هل من المنطق ان احنا لما نتجوز ونخلف يكون لنا عيال هتعرفي تحافظي على البيت بقى والحياة كلها؟ انا عايزك تكبري شوية، عايزك توسعي مداركك، تفهميني وتفهمي طبيعة علاقتنا، تفهمي ان احنا الاتنين لبعض، وان احنا اللي مكملين مع بعض، ومهما رحنا ومهما جينا مفيش حد ابدا هيستمر في حياة التاني قد ما انا وانتي مستمرين لبعض. وما تديش ودانك لحد عايز يبوظ دنيتك، عايز يبوظ حياتك. احنا عايزين نبني حياتنا مش نهدها. فاكبري شوية واعرفي ان انا بحبك. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من حبيب بيحب حبيبته بس واخد على خاطره شوية صغننين، فربنا يهديهم ويصلح الحال ويجمع شمل كل الأحبة. دلوقتي أقول لكم سلام عليكم واستنوني مع رسالة حب جديدة.